في مكان سري خالص جوه بق ولد اسمه أحمد. كانت في مدينة صغيرة قوي مبنية من مادة بيضة وقوية زي التلج. دي كانت مدينة الكالسيوم، وكل مبنى فيها كان سنة أو ضرس جامد ومسؤول. المدينة دي كانت بتحمي نفسها بأسوار قوية وأكل صحي بيدخلها، بس كان في خطر مستمر بيجي من الصحراء اللي حواليها. خطر اسمه مملكة سكر الرمل. مملكة سكر الرمل دي كانت عبارة عن حبيبات سكر صغننة بتيجي من سويتس، تشيبس، بيبسي، بتوصل على شكل عواصف ترابية مسكرة. أول ما العواصف دي بتدخل المدينة بتلزق في كل حتة، وبتسيب وراها السوسة اللي بتبدأ تاكل في أساسات مباني الكالسيوم. في يوم من الأيام أحمد كل طبق رز بلبن كبير محطوط عليه سكر كتير، ونسي خالص يغسل سنانه قبل ما ينام. طول الليل مملكة سكر الرمل هجمت على المدينة. الأجزاء الأمامية من المدينة صرخت: الحقونا، الرمل غطانا، مش عارفين نتنفس. سكر الرمل ساب وراه السوسة اللي ابتدت تشتغل بسرعة الصاروخ وتحفر حفر صغيرة في مباني الكالسيوم. شيخ المدينة، وهو ضرس عقل كبير وحكيم، زعق بصوت عالي: يا أهل المدينة، دي هجمة خطيرة، لو فضلنا كده مبانينا هتتحتت وكلنا هنقع. فين القائد المنقذ؟ القائد المنقذ ده طبعا كان فرشة السنان والمعجون. الشيخ قال: نادوا على أحمد، لازم ينادي القائد المنقذ دلوقتي، لازم يتصرف. أول ما أحمد صحي من النوم حس بوجع خفيف في ضرسه، افتكر إنه نسي يغسل سنانه قبل ما ينام. أحمد جرى بسرعة على الحمام ومسك الفرشة والمعجون، وأول ما القائد المنقذ الفرشة دخل المدينة وحط المعجون اللي غطى كل سوس وخلاها تهرب، وبدأ عملية التنظيف ومسح رمل السكر من كل شارع وزاوية. في دقيقتين بالظبط المدينة رجعت بتلمع تاني والسوس اختفت تماما. الشيخ الكبير قال بفرحة: تسلم إيدك يا أحمد، أنت أنقذتنا. بس الضرس الحكيم حذره: بس عشان تفضلوا أقوياء لازم تقللوا من رمل السكر ده، وهاتولنا أكل البنا، هاتوا اللبن المليان كالسيوم والتفاحة اللي بتنظف الشوارع، دول اللي بيقوونا أكتر بعد كل هجمة. أحمد فهم الدرس، الفرشة والمعجون بينظفوا، والأكل الصحي بيبني ويقوي. ومن اليوم ده أحمد بقى يحافظ على مدينته طول الوقت، وخلاها قوية وبيضة.